الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، يقول أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام في حد البدعة وذمها، يقول: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاحي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ثم أخذ أبو إسحاق يشرح التعبير قيدا بعد قيد، فلما أتى على قيد قوله تضاحي الشرعية، قال: يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك. ثم قال: بل هي مضادة لها، وبيان مشابهتها لها من أوجه متعددة، منها وضع الحدود كالناذر للصائم قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل، والاختصاء في الانقطاع للعبادة والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة. ثم قال: ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك. ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام النصف من شعبان وقيام ليلته. هذا أبو إسحاق لما أتى يشرح حد البدعة بعد أن حددها، أخذ يشرح هذا الحد قيدا بعد قيد حتى وصل إلى قوله تضاهي الشرعية، فأخذ يذكر أمثلة للبدعة حتى يتضح التعريف. فقال: ومنها، أي من البدع المضاهية للشرع، أي التي ليست هي في الشرع من شيء، التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، بدعة، وصورته كأنها شرعية لكنه في الحقيقة بدعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. ثم قال: واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المثال الثاني، فمثل بالاحتفال بالمولد النبوي أنه طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد لله، وليست هي من الشرع في شيء. ومنها هذا الذي يفعله معظم المسلمين في مختلف البلاد وفي كل بقعة وكل مكان وفي كل بلد، تجد بعض الناس
في هذا الشهر، في شهر ربيع الأول، يقومون بالاحتفال ويقولون هذا الشهر والشهر الذي ولد فيه رسول الله. وما عرف المساكين أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم موطن اختلاف بين أهل العلم، وليس هناك اتفاق بل خلاف. فمن أهل العلم ومن أهل التاريخ من يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد في هذا الشهر، وهو قول قوي. والذين قالوا إنه مولود في شهر ربيع الأول مختلفون أيضا، ومنهم من قال في أول الشهر، ومنهم من يقول في آخره، ومنهم من يقول غير ذلك. المهم هذا الإمام العالم من علماء المذهب المالكي أبو إسحاق الشاطبي يذكر الاحتفال بالمولد النبوي مثالا في تعريفه للبدعة، كأنه يقول إن هذا أمر لا نزاع فيه بين أهل العلم، أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة مخترعة، طريقة في الدين مخترعة لا أصل لها ولا أساس، يفعلها المبتدعة ويقصدون بها المبالغة في التعبد لله. والبدعة لا تقرب إلى الله، وإنما يقرب إلى الله السنة، والبدعة لا تزيد صاحبها إلا بعدا عن الله عز وجل. المحتفلون بالمولد النبوي يحتجون ببعض الشبهات وكلها مشهورة سمعناها كلها أو بعضها منهم أو من بعضهم، ومنها ما يقول جريئهم إن الله عز وجل شرع الاحتفال بالمولد النبوي في كتابه العزيز. هذا قول يقوله جريء القوم، ثم يذكر قول الله عز وجل من سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا جريء يقول على الله بغير علم ويجترئ على الله عز وجل، لأن تفسير هذه الآية بتشريع الاحتفال بالمولد النبوي أمر خطير لا يقدم عليه إلا جاهل، لأن الآية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المكلف بتفسير الكتاب كله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو المكلف بشرح الكتاب وتفسيره، فهل لهذا الجاهل أن ينقل ولو من موضع واحد من السنة حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل هذه الآية على الاحتفال بالمولد؟ هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك أم يجهله؟ فلنا أن نخير هذا الجاهل بين هذين القولين، وعليه أن يختار أحدهما: هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك أم يجهله؟ يعلم أن الآية
نزلت من أجل تشريع الاحتفال بالمولد، هل علم ذلك رسول الله أم جهله؟ لا أظنه يقول جهله رسول الله، أليس كذلك؟ ولا أظنه يقول علمه ولم يبلغ. إن علمه النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغه أمته؟ سبحان الله. ولهم شبهة أخرى، وهو قولهم إن أبا لهب فرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق ثويبة، وكانت أمة له فأعتقها لأنها التي بشرته بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذب أيضا. وإنما الذي ورد أمران: أن ثويبة كانت أمة لأبي لهب، هذا صحيح، وأن أبا لهب هو الذي أعتقها، صحيح، وما عدا ذلك فكذب، وما عدا ذلك فكذب مختلق. وأما الاحتجاج بتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة على ما ورد في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، قال جرير رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار متقلد السيوف، عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب، ثم قال: تصدق رجل من ديناره، وتصدق رجل من درهمه، وتصدق رجل من صاع بره، وتصدق رجل من صاع تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، فتتابع الناس. فليس في هذا الحديث ما يدل على أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة كما تسمعون من أهل العلم. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين. يوم مسلمي، Imam Abu Ishaq Ash-Shatibi, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabar Malikiyya, ‘yan Andalus, manya-manyan malamai na wannan mazhaba ta Malikiyya da mutanen yammacin Afirka suke jingina kansu zuwa gare ta. Malami ne babba, masanin shari'a, masanin hadisi, masanin aqida, masanin fiqhu. Ya bar duniya hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana 790 daidai. A cikin littafinsa mai suna Al-I'tisam, a shafi na 27, Imam Shatibi yayi ta'arifin wai menene bid'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar game da bid'a. Hadisai da yawa sun zo suna zargin bid'a. Dalilai da dama sun nuna cewa bid'a abin zargi ne. Hujjoji na shari'a sun nuna cewa bid'a abin kyamata ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah ya ce yau na cika muku addininku. Imamu Malik yana cewa man
ahdasa bid'atan wa za'ama annaha hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala. Imam Malik yana cewa duk wanda ya kirkiri bid'a ya jingina ta zuwa ga addini, to kama yana raya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ha'inci wajen isar da addini, kama yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ga wata ibada tana iya kusantarwa zuwa ga Allah, amma annabinku ya zo ya tafi bai karantar da ku ba. Kaga kenan manzo Allah ya zo mana da cikakken addini da ba tasgaro, ko kuma ya zo mana da addini mai gibi. Addini mai gibi kenan. Wannan shine abin da kowane ɗan bid'a yake faɗa, ko da bai faɗa da harshensa ba, to ya faɗa a aikace. Duk ɗan bid'a yana so ya ce, jama'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da addini amma mai gibi, addinin da bai cika ba. Akwai wasu abubuwa na alkhairi manya-manya, amma har manzon Allah ya bar duniya bai koya muku ba, bai kuma karantar da ku ba. To mu wannan shine abin da bamu yadda ba. Mu bamu yadda akwai wani alkhairi wanda Annabi Muhammadu bai zo da shi ba. Bamu yadda cewa akwai wani abu da zai kusantar da mu zuwa ga Allah wanda manzon Allah bai koya mana ba. Bamu yadda cewa akwai wani abu da zai cutar da mu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi bai koya mana ba, bai tsoratar da mu akan wannan abun ba. Bamu yadda ba. Babu wani alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai koya mana ba. Babu wani sharri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai tsawatar da mu akan sa ba. Da haka shi dan bid'a yana suka ne zuwa ga annabcin manzon Allah kai tsaye sallallahu alaihi wasallama, amma saboda jahilci bai sani ba. Dan da ya san cewa yana sukan annabta ne da kafirci ne, amma bai sani ba, ya ɗauka abin alkhairi ne yake yi. Har ma zai ce in baka yi ba kai ma baka san annabi, ce kai ma in baka ba da gudunmowa an yi bikin maulidi da kai ba, ka ba da gudunmowa ta wata fuska an yi maulidin da kai, to baka ƙaunar annabi. Ƙarara ɗaya daga cikin manya-manyan shehunansu ya ce duk wanda ba a yi maulidin da shi ba arne ne, ya ce ba musulmi ba ne. To kaga irin wannan nisa ya yi yawa, an kaɗa an yi dawa da yawa. Abu Ishaq Ash-Shatibi a cikin Al-I'tisam yayi ta'rifin menene bid'a. Yace tariqatun fi dini mukhtara'a, wani abu ne a cikin addini ake kirkirarsa. Tubahi ash-shar'iyya, yana kama da addini. In ka kalli bid'a tana kama da addini. Yanzu ɗauki shi wannan bikin maulidi, ana cewa bikin murna da haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ai wannan abu an tsoma shi cikin addini dumu-dumu. Haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, farin ciki da ita, kuma ashe akwai wani biki da ake yi. Kaga wannan daga nesa in ka gani sai ka ce ai addini ne. Imamu Shatibi ya ce walaysat kadhalika, amma ba addini bane. Kawai bid'a tana kama da addini ne, amma ba addini bane. Yuqsadu biha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah. Su yan bid'a abinda yasa suke yin bid'a ba wai fada da addini suke yi ba. Ba su da niyyar sukan addini ko cin mutuncin addini. Ba su da niyyar sukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ce ya zo da addini wanda ba cikakke ba, ba niyyarsu ba kenan. Su wata niyya ce da su kyakkyawa, niyyarsu shine kaiwa makura, kaiwa matuƙa wajen nuna dagewa wajen bautar Allah, kaiwa matuƙa wajen nuna darajar manzan Allah, kaiwa matuƙa wajen nuna matsayin manzan Allah da fito da ƙaunar manzan Allah.
su wannan ita ce niyyarsu. Kaga niyya ce kyakkyawa, yuradu biha almubalaghatu. Kyawun niyya daban, kyawun aiki daban. Kun gane jama'a? Shine abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa. Sai suka yi ta murna suka ce ai Ibn Taymiyyah ma ya ce ya yadda da maulidi. A'a, adalci ne na ahlus sunna. Shi ahlus sunna adalci ne da shi. Adalci ne na ahlus sunna. Maulidi bid'a ne. Amma masu maulidi menene niyyarsu? Niyyarsu kyakkyawan niyya ce amma bid'a suke aikatawa. To, kyawun niyya yana kwatar mugun aiki. Kyawun niyya yana kwatar mugun aiki. Halin niyyatul hasana tashfa'u lil amali sayyi bi ijma'i ahli ilmi la. Da ijma'i na malaman ilimi, kyawun niyya baya wadatarwa sai aikinka ya zama shari'a ta zo da shi. Ina fata muna fahimta. Saboda abinda shari'a ta karantar da mu shine babu wani alkhairi face manzon Allah ya karantar da mu. Ma taraka khairan yuqarribuna ila Allah illa dallana alai. Ba wani alkhairi da yake kusantar da mu zuwa ga Allah sai da manzon Allah ya koya mana. Ba wani sharri da zai zama kalubale ga musulmi a rayuwarsu face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar, ya karantar, ya faɗakar. To shi ɗan bid'a kama yana cewa akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya bar ku, bai koya muku ba ko bai tsawatar da ku ba. Kaga wannan yafi komai hadari, saboda sukar kamala na annabcin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Da haka Imam Shatibi kai tsaye yana bada misalai na bid'a, sai ya ce wa minha, yace nace shafi na 27, yace minha, yace daga ciki iltizamul kayfiyati wal hay'ati al muayyana kadhikri bi hay'ati al ijtima'i ala sautin wahid. Sai yace wattikhadhi yawmi wuladati annabi sallallahu alaihi wasallama idan wa ma ashbaha dhalika. Yace daga cikin misalan bid'a riƙar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ranar biki ko ranar idi, wannan bid'a ce a cikin addini. In ji waye? In ji Malam Abubakar Gumi? In ji wane ne? Ƙungiyar Izala? In ji waye? Wa ya faɗa? Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab? Wannan malami ne cikin manya-manyan malaman malikiya wanda ya bar duniya tun hijirar manzala tana 790 a ƙarni na 8. Yau ana magana sama da shekara 500 shi da rayuwarsa da tafiyarsa. Ya ce wannan abu da ake yi a ce yau ita ce ranar haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, a ce ko takutaha ko menene. Ya ce wannan bikin bid'a ce a cikin addini. In ji wa? In ji Imamu Shatibi. Sai ba da shi a matsayin misali. To abin mamaki, idan ka je dandazon 'yan maulidi da muridai da shehunnai, duka suna jingina kansu ne zuwa ga al-mazhabul maliki. Duka suna kiran kansu 'yan malikiya. In ka soki bikin maulidi ka ce ba addini ba ne, ba karantarwar manzon Allah ba ne, ba ƙur'ani ba ne, ba aya ba ce, ba hadisi ba ne, sai su ce waɗannan wahabiyawa kenan. To, shi dai Muhammad ibn Abdul Wahhab an haife shi hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana 1200 har da 10. Aka haifuwa shi Muhammad ibn Abdul Wahhab. Shi kuma cewa maulidi bid'a ne tun ƙarni na 7 ko ƙarni na 8. Malaman mazhabal malikiyya, al-Fakihani al-Maliki littafi ya wallafa mai zaman kansa cewa bikin maulidi bid'a ne, yayi bayani da hujjoji da dalilai. Abu Ishaq ash-Shatibi da ya tashi ba da misalin bid'a yana faɗin azzikirul jama'i
a taro ana ambatan Allah da sauti ɗaya, la ilaha illallah gaba ɗaya haɗu ana yi da yamma ko da safe ko da rana ko da asuba. Da ya ce wannan ita ce bid'a ta farko. Na biyu sai ya ce maulidi. To abun mamaki yau an yi wayi gari ana tunanin sukan maulidi wata ƙungiya ce ta zo da shi. A sukan maulidi ba wata ƙungiya ba ce, ba wata ƙungiya ce ta 1970 wani abu, ba ita ce ta fara sukan maulidi ba. A sukan maulidi addini ne wanda malaman musulunci shekaru aru ɗaruruwa suka yi ijma'i wajen tabbatar da cewa bikin maulidi bid'a ne, ba shi da alaka da Allah ko manzan Allah. Ganganci mafi girma ka samu mutum yana cewa wai akwai ayar da ta nuna cewa a yi bikin maulidi. Aya akarmakallahu ya ce akwai aya. Wannan irin ƙarfin hali ne, wannan irin ganganci ne, wannan irin rashin tsoron Allah ne. Ko za ka yi bikin maulidin, ai ya kamata ya zama kana da fargaba da tsoron Allah, wanda ba za ka iya wa Allah ganganci ba. Ya za ka ɗauki maganar Allah ka ce ga abin da take nufi? Ya za ka ɗauki ayar ƙur'ani ka ce wai tana nufin bikin maulidi? Ayar wa aka saukarwa ne? Kai aka saukarwa? Ba manzo Allah ka saukarwa ayar ba? To tambaya, manzon Allah ya san ayar tana shar'anta bikin maulidi ko bai sani ba? Na san dai ba za ka ce bai sani ba. In ka ce ya sani kuma na san ba za ka iya nuna inda manzon Allah ya karantar ba. Saboda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta masa isar da duk abin da Allah ya saukar masa. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. aqulu alladhi tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.